كتب معمر الإرياني في حسابه بمنصة إكس أن إبراهيم جمالي السائق أو قائد المدرعة التي انقلبت سفال الكربة بالمقاطرة التي كانت تصاحب الموكب الرئيس رشاد العليمي، طبعا ذكر أن السائق والقائد المدرعة انحرف عن مساره خوفا من دهس امرأة وطفل، وهذا الكلام غير صحيح. وأبناء المرحوم محمد سعيد عبد الله ينتظروا التعويض لأن المدرعة قد صدمت محله، وكلام غير صحيح وغير منطقي. قد يكون هو طبعا معمر الإرياني لم يشاهد بعينه ما حدث وحدث عليه بالكلام أو كذب عليه فكتب هذا الكلام، وعليه كان المفروض أن يتأكد وما يكتب كلام إلا وهو متأكد وشاهد بعينه. فهذا الكلام غير صحيح ويعني غير منطقي مطلقا، وهذا لقى غضب من المواطنين.